عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. شنية مشكلة مدرب اليونايتد مع حنبال المجبري بالضبط؟ علاش ما قامش بإقحامه ولو لدقيقة في تشكيلة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس؟ غضب جماهيري كبير على تين آغ لعدم اعتمادها على حنبال المجبري، وفي الحقيقة اليوم غير موافق لمحترفين بالخارج. أكثر تفاصيل باش نشوفوها في الفيديو هذا، لكن قبل كل شيء احتراما منك لمجهودنا اعمل جيم للفيديو واشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات باش تكون أول ما يوصلك جديدنا. بغياب حنبال المجبري اليوم في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، ينقاد مانشستر يونايتد إلى هزيمة قاسية بنتيجة 1-0. اختيار غريب وعجيب جدا من قبل المدرب تين آغ الذي خير عدم إشراك حنبال المجبري في التشكيل الأساسي للفريق، وكذلك رغم تأخره في النتيجة لم يقم بإقحامه، وهذا أمر لا يصدق، حيث قدم المجبري في الآونة الأخيرة مستويات ممتازة ضد كل من برايتون وبيرلي بالدوري الإنجليزي، وكذلك ضد كريستال بالاس في وسط هذا الأسبوع ضمن كأس إنجلترا، والذي انتهى بفوز اليونايتد بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. فكلما لعب المجبري بشكل أساسي يفوز اليونايتد بكل سهولة، فكيف يفكر هذا المدرب؟ ولماذا تصريحاته دائما ما تكون عكس أفعاله؟ فخلال الندوة الصحفية التي أقيمت قبل مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، تحدث المدرب إريك تين آغ بإعجاب كبير عن أداء اللاعب حنبال المجبري وعن الدور الكبير الذي يقوم به في الفريق، حيث أكد بأن حنبال المجبري يرسل رسائل إيجابية جدا لزملائه في الفريق من خلال الجدية في اللعب والقتال على كل كرة ضد لاعب الفريق المنافس، وأن حنبال يفهم بشكل جيد ما هو مطلوب منه في هذا المركز الذي يلعب فيه، وهو الأسلوب الذي يتطلع إليه بأن يراه في بقية المجموعة لنجاح الفريق والفوز بالمباريات. كما أكد أيضا أن اللاعب حنبال ينجح بصفة مذهلة ويقدم مستويات ممتازة ويساهم في تحقيق نتائج إيجابية، خصوصا عند مواجهة فرق تعتمد على أسلوب الاستحواذ على الكرة، وشدد على أن مردود حنبال لم يكن مفاجئ بالنسبة له، مؤكدا بأن المجبري ليس باللاعب الجديد على المجموعة، حيث كان جزءا مهما في تشكيلة الفريق حتى قبل أن يتقلد هو قيادته، وقد أظهر تطورا وتقدما ملحوظين خلال الموسم الحالي، وأكد أنه يستحق بجدارة مكانته في التشكيلة الأساسية وعليه مواصلة العمل والتطور أكثر. في الحقيقة لم أفهم لماذا تكون تصريحاته دائما مخالفة لما يفعله على أرض الواقع، وشخصيا لا أجد أي مبرر لعدم إقحام حنبال المجبري في هذه المباراة، وهذا ما زاد من غضب جماهير اليونايتد متسائلين عن سبب تغيير اللاعب حنبال المجبري مقارنة بالمباريات السابقة وإبقائه على بنك البدلاء في هذه المباراة، وهو اللاعب الذي تحسنت معه نتائج اليونايتد منذ أن بدأ باللعب بشكل أساسي، حيث أعطى شحنة معنوية كبيرة للاعبين ونشاط في وسط ميدان الفريق، مساهما بذلك في فوز الفريق ضد كل من بيرلي وكريستال بالاس على التوالي. على صعيد آخر، لم يشارك عيسى العيدوني اليوم في مباراة فريقه ضد نادي هايدنهايم ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني، وسجل حضوره بالدقيقة 78 من زمن المباراة، وتحصل على تقييم 7/10 حسب موقع سوفا سكور، لكن فريقه ينهزم بنتيجة 1-0. كذلك تعرض فريق بن سليمان إلى هزيمة ضد نادي ويست هام ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-0، وشارك لاعبنا الدولي لمدة 11 دقيقة فقط وتحصل على تقييم 6.7. كما انقاد أيضا فريق أينتراخت فرانكفورت إلى هزيمة ضد وولفسبورغ بنتيجة 2-0 بمشاركة لاعبنا الدولي التونسي إلياس السخيري الذي كان حاضرا ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، ولم يقع تغييره وقدم أداء متوسط حيث تحصل على تقييم 6.9 حسب موقع سوفا سكور. لم يكن حال التونسي حمزة رفيع أفضل من زملائه، حيث انقاد فريقه ليتشي الإيطالي إلى هزيمة قاسية ضد نادي نابولي بنتيجة 4-0، ولعب رفيع بشكل أساسي وتم تغييره بالدقيقة 61 من زمن المباراة، قدم خلالها أداء جيدا وتحصل على تقييم 7.2. الخسارة لم تتوقف على حد فريق حمزة رفيع، بل شملت أيضا فريق لاعبنا الدولي إلياس العاشوري، حيث انهزم كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 2-0 ضمن الجولة 11 من الدوري الدنماركي، وشارك العاشوري كأساسي في المباراة لمدة 76 دقيقة وقدم مردود طيب وتحصل على تقييم 7.1. لهنا نوصل لنهاية الفيديو، مشكورين على المتابعة، ما تنساش باش تعمل جيم للفيديو وتشترك في القناة باش تكون أول من يوصلك جديدنا.